دي باني وهي بنوتة داخلة الجامعة بقلب مفتوح للحياة. علاقتها الأولى في الحب انتهت بشكل مش حلو، لكن اتجمع حواليها شباب شكلهم حلو وبيتمنوا رضاها، وهي دلوقتي مش عارفة قلبها هيكون مع مين فيهم. جيول كان ناوي يقول لباني اللي في قلبه، لكن أول ما وصل اختار ما يقولش حاجة، وقال لها إنه بس جاي عشان ياخد القميص اللي كانت خدته منه قبل كده. باني رجعت له القميص في نفس اليوم وقالت له بمنتهى الوضوح خلاص كده مفيش سبب إنهم يتقابلوا تاني. لكن المفاجأة إنهم اتقابلوا تاني، بس المرة دي في اجتماع تحضيري لمقابلة خريجي كلية الفنون، وكل واحد فيهم كان بيمثل القسم بتاعه. في الاجتماع ده عملوا نفسهم مش عارفين بعض قدام الناس. أثناء الاجتماع الطلاب رشحوا النحات جاي كأنسب خريج مشهور يعملوا معاه مقابلة، لكن بتقابلهم مشكلة، وهو انه حاليا بيرفض اي مقابلات حتى مع المجلات المشهورة. بس جيول ساب حل المشكلة دي في ايد باني، لانها هي اللي بتبقى مسؤولة عن احضار الضيوف، وهي مش بتبقى عارفة هتعمل ايه، لانه كده حطها في موقف مش سهل. بالليل بعد العشاء الجماعي بتاع طلاب كلية الفنون كل الطلاب روحوا الا باني. كانت مستنية التاكسي، وللاسف ما خدتش بالها ان في عربية جاية ناحيتها بسرعة، لكن جيول انقذها في اللحظة الأخيرة وشدها بعيدة عن الطريق. بس للأسف ما أنقذهاش بطريقة صح، وهدومها اتوسخت بمية مش نظيفة من الشارع. وأول ما رجعت البيت كانت متضايقة وفضلت تقول إنها بتكره جيول أكتر من كل حاجة. اليوم اللي بعده في الكلية في صف الرسم جي وون سألها لو جي هو الراجل اللي كان بيحاول يقرب منها في المعرض. باني ما أنكرتش وقالت إنها ما كانتش تتخيل إن الراجل اللي قابلته هو نفسه النحات جي الفنان المفضل عندها، وإنها لغاية دلوقتي حاسة إنها في حلم. فجأة جي ظهر عندها، كان عنده شغل قريب وعدى مخصوص عشان يشوفها. بص على رسوماتها وعرفها إنها مميزة ومستواها أحسن منه أيام ما كان في الجامعة. وقتها باني خدت خطوة جريئة وسألته لو ممكن يوافق يعمل مع الكلية بتاعتها مقابلة. هي سألته بس من باب الاحتياط، لكن المفاجأة إن جي وافق وقال إنه هيعمل المقابلة معاهم. باني اتفاجئت إنه وافق، قال لها وهو بيهزر إنه ما يقدرش يرفض طلب منها. باني ابتسمت وكانت مبسوطة جدا. في اللحظة دي بقى كان دونغها صديق جيول وجيول راكبين الموتوسيكل الغريب بتاع دونغها اللي لسه شاريه، وعدوا من قدامهم وشافوهم مع بعض، وجيول كان متضايق. المهم باني بعتت رسالة في جروب الكلية بتقول إنهم هيعملوا مقابلة مع جي، والكل اتفاجئ وسألوها عن اللي عملته عشان يوافق. جيون قال لباني إنه باين إن جي معجب بيها، بس باني قالت له إنه عارف إنها من أكبر معجبينه وعشان كده بيعامل المعجبين بتوعه بطريقة مميزة. بس جيون كان ليه رأي تاني وشك إن إعجاب جي بباني مش بس إعجاب بين فنان ومعجب، لكن ممكن يكون أكتر من كده. تاني يوم جيون طلب من باني تروح معاه مشوار. راحوا لمحل كاميرات، وهناك جيون اختار كاميرا غالية وفخمة وكان ناوي يديها هدية لأخته في عيد ميلادها. باني نصحته يختار حاجة شكلها حلو كمان مش بس تكون غالية، وبالفعل جيون جاب الكاميرا لأخته وكانت فرحانة جدا بيها وبذوقها. في الناحية التانية جيول وصاحبه كانوا بيدوروا على مكان يشتغلوا فيه عشان يمنتجوا فيديوهاتهم، ولقوا فعلا مكان مناسب، بس طلعت الأوضة دي جنب مكتب جي. قبلوا لحظتها جي، وصديق جيول كان متحمس جدا انه شاف شخص مشهور، وجيول ما كانش حابب انه يسلم عليه. جي رحب بيهم وخلاهم يتفرجوا على مكتبه. في الوقت ده جيول وصل له رساله من مامته بتعزمه على العشاء، لكنه اتفاجئ لما راح لانه كان فاكر انه هيقعد معاها لوحدهم، لكنه لقى ان عندها حبيب جديد، واتصدم اكتر لما اكتشف ان الراجل ده قريب جدا من سنه. جيول ما قدرش يتقبل الموضوع وما كانش ليه نفس الاكل واتضايق من الوضع، بس مامته كانت شايفه ان السن مش مشكله، وقالت له ان الناس ممكن تحب بعض وتتقرب من بعض مهما كان فرق السن اللي بينهم، المهم انهم مرتاحين لبعض. جيول افتكر موقف قديم وجع قلبه لما مامته كذبت عليه وقالت له انها مشغوله ومش هتتغدى معاه النهارده، لكن الحقيقه انها كانت مع حبيبها واحد تاني غير اللي معاها دلوقتي، وده خلاه يحس انه مهمل. في يوم المقابلة بتاعت جي وخلال الحوار قال حاجة لفتت نظر الكل، إن أكتر عمل فني بيحبه مش مشهور وهو عمل فني اسمه القدر، وقال إن القدر ممكن يكون حلو أو وحش وإنه بيحب يستكشف الجانبين، وفي ناس من جمهوره فهموا ده، وده اللي بيخليه مبسوط وبيبص لباني اللي بتبقى سعيدة بكلامه. بعد التصوير جيول كان رايح يشيل المايك اللي كان محطوط لجي عشان الفيديو اللي كان بيصوره، وشافه وقتها واقف مع بنت بطريقة خلت عنده شكوك ناحيته، وابتدى يحس إن في حاجة غلط. بعد ما الكل مشي باني وجيول بس اللي فضلوا عشان ينظفوا الاستوديو، بس وهم هناك اكتشفوا ان الباب اتقفل عليهم ومفيش شبكة موبايل واتحبسوا مع بعض.
بدأوا يضحكوا على حالهم، وباني كانت بتضايق جيول وبتحكي له قصص رعب وهو كان خايف. ووسط كل ده باني حست بمغص وكانت مزنوقة جدا وعاوزة تدخل الحمام حالا، فجيول حاول يفتح الباب بالعافية وفعلا فتحه وأنقذ الموقف، بس إيده اتعورت وباني لاحظت ده وحطت له بلاستر على صباعه. في اللحظة دي سألها عن علاقتها بجي، فقالت له إن علاقتهم مش أكتر من فنان ومعجبة وإن مفيش حاجة بينهم. جيول حذرها وقال لها إنه مش حاسس إن جي شخص كويس، بس باني ما صدقتوش لأنها شايفة إن جي محترم ومفيش منه خوف. تاني يوم في صف الرسم الموديل اللي هيرسموه اعتذر وما جاش، بس باني شافت قدامها جيول فجت لها فكرة إنها تطلب منه يكون هو الموديل البديل بما إن شكله وسيم كده، وفعلا جيول وافق وقعدوا يرسموه. لكن باني حست إن عينيه دايما مركزة عليها هي بس، وبعدها دخلت في أفكارها الوهمية ودماغها ألفت قصص. المهم بعد ما خلصوا الرسم باني شكرت جيول وعزمته على مشروب عشان مساعدته ليها. وفي اللحظة دي جي كلم باني وطلب منها تجيله الاستوديو بتاعه بكرة لأنه مشغول بالتحضيرات للمعرض ومش هيبقى فاضي بعدها. جيول وقتها افتكر لما شاف جي مع بنت تانية بطريقة غريبة وفضل قلقان ومش مرتاح لوجوده مع باني. تاني يوم باني لبست شيك جدا وراحت على الاستوديو بتاع جي وقعدت تبص حواليها على أدوات النجارة والنحت، وشد انتباهها أداة غريبة. جي وقتها عرض عليها تجربها وبدأ يعلمها ازاي تستخدمها. وبعد ما خلصوا جي اقترح يخرجوا ويتمشوا في الجنينة. في اللحظة دي كان جيول قاعد على أعصابه جنبهم لأنه مش مستريح، وطلب حتى ديليفري وحط العنوان عليهم عشان يشوف اللي بيحصل جوه الاستوديو لأنه كان قلقان عليها. بس بعد كده هم نزلوا الجنينة وهو قاعد شوية يشتغل على المشروع بتاع الكلية. بس وهو بيراجع التسجيلات بتاعة جي لاحظ إن المايك كان بيسجل وقت ما كان واقف مع البنت بشكل مريب، واكتشف إنه فعلا شخص مش كويس، وسمع إنه كان بيغازل البنت دي بنفس الطريقة اللي كان بيعملها مع باني. من غير تردد جري يدور على باني عشان يلحقها قبل ما تكون ضحية تانية ليه. في الوقت ده باني كانت بتتمشى في الجنينة مع جي وبياكلوا آيس كريم. جيول وصل بسرعة وسحب باني من إيديها وقال لها تيجي تمشي معاه فورا. بدأ يحذرها ويقول لها إنها ما ترتبطش بجي لأنه شايفه إنسان مؤذي وإنها تتجرح لو دخلت معاه في علاقة، وحاول يفكرها بعلاقتها القديمة اللي فشلت بسبب شخص مش كويس، وقال لها المفروض تكوني اتعلمت الدرس. لكن باني رفضت تصدق كلامه وشافت إنه مجرد شخص بيتدخل في حياتها وبيحب يفرض رأيه عليها ومش من حقه إنه يمنعها من اللي هي عايزاه. ساعتها جيول قرر يسكت وهي رجعت لجي اللي كان لسه مستنيها في الجنينة ومش فاهم اللي بيحصل. باني شرحت له وقالت له إنه مجرد سوء تفاهم ومفيش حاجة تقلق. باني فكرت في كلام جيول وقررت تسأل جي عن نوع علاقتهم، فسألته بشكل مباشر. فجي رد عليها بسؤال هو كمان وقال لها انت شايفه ايه، وكمل وقال لها انه ما بيعزمش اي حد على الاستوديو بتاعه ولا بيتمشى مع اي حد في الجنينه. فهي ابتسمت. تاني يوم جيول قابل باني وجي ون وسأل باني لو رجعت البيت امبارح بالسلامة، لكن باني اتعاملت معاه ببرود وقالت له يبطل يتظاهر بالاهتمام وسابته ومشيت. جي ون كان ناوي يمشي وراها لكن جيول وقفه وقال له انه محتاج يتكلم معاه على انفراد. طلب منه يساعده ويمنع باني انها تكمل علاقتها مع جي لانها مش عاوزه تسمع كلامه خالص وان هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر فيها. وبعدها سمعوا التسجيل الصوتي بتاع جي وهو بيتكلم مع البنت. جي ون اللي حس بغضب بعد ما سمع الكلام قرر يتصرف واتصل بالناس اللي يعرفهم عشان يبدأوا يحققوا في ماضي جي. في الوقت ده باني كانت شغالة على مونتاج فيديو المقابلة بتاعت جي مع جيول ودونغها، لكن الجو كان مليان توتر. وبعد ما خلصت اللي عليها روحت وفتحت قلبها لصاحبتها وقالت لهم انها شبه مرتبطة بجي، لكن مش عارفة بالظبط هم علاقتهم ايه لانه عمره ما طلب منها يخرجوا في موعد حقيقي. البنات قالوا لها يمكن هو مشغول بالمعرض بتاعه، خصوصا انه نحات مشهور ومعروف ان المعرض بتاعه قرب يخلص. كوتو النيم اقترحت عليها تشتري له ورد وتروح له تزوره في المعرض عشان يحس انها مهتمة بيه، بس بو بي رفضت الفكرة دي تماما وقالت لها ما تروحش الا لو هو طلب منها. جي ون وقتها من خلال معارفه عرف ان جي فعلا شخص سيء جدا وبيواعد اكتر من 10 بنات في نفس الوقت، وكل ده باستخدام شهرته كنحات. جي ون راح حكى كل ده لجيول اللي هو نفسه اتفاجئ لان جي طلع أسوأ بكتير من اللي كان متخيله. جي ون ساعتها قرر انه لازم يصارح باني بكل حاجه واتصل بيها على طول. هي كانت وقتها في محل ورد وقالت له انها ناويه تروح للمعرض بتاع جي. اول لما سمع كده هو وجيول جريوا بسرعه على مكان المعرض عشان يلحقوها قبل ما تقابله. في نفس الوقت كان المعرض بتاع جي مليان صحفيين ومعجبين متحمسين يشوفوا شغله، وباني بتبقى وصلت للمكان وكانت قاعده بتدور عليه وسط الزحمه واتصلت بيه بس هو ما ردش عليها. وفجاه واحده خبطتها بالغلط من ورا وجزمتها اتبهدلت، فدخلت الحمام عشان تظبط نفسها. واول لما خرجت شافت جي وهو نازل على السلم فمشيت وراه، لكنها لما وصلت عنده شافته مع بنت تانية. قلب باني اتكسر وكانت واقفه مصدومه. وفي نفس اللحظه جيول وجي ون وصلوا وشافوا الموقف بعينيهم. جيول طلب منها انهم يمشوا من هنا لكن باني رفضت
وقررت تواجه جاي وتسأله عن اللي بيحصل، لكنها اتصدمت من طريقة رده. جاي قعد يدافع عن نفسه وقال إنه مش شايف إن في حاجة تستاهل التوضيح، لأنهم أصلا مش مرتبطين، وإنه مش مجبر يشرح تفاصيل حياته الشخصية لأي حد. مش بس كده، كمان لمها وقال لها إنها غلطت لما حضرت المعرض من غير ما يعزمها. باني اتعصبت جدا من غروره وبروده، ومسكت طبق كان مليان تلج قريب منها ودلقته على دماغه وفضحته قدام كل الصحفيين اللي كانوا بيصوروا، وقالت إنه شخص لعوب وبيلعب بمشاعر البنات، وإنه ما يستاهلش الاحترام اللي الناس شايفينه فيه. بعد ما خلصت كلامها خرجت من المعرض وهي مكسورة وقعدت على الرصيف تعيط. جيول لحقها وخلع الجاكيت بتاعه وحطه عليها عشان يغطي دموعها ويواسيها. باني دلوقتي بقت حاسة إنها ساذجة جدا في الحب، وإنها بتصدق أي كلمة حلوة حتى لو كانت جاية من شخص مش صادق. ورغم كل اللي حصل معاها في علاقتها الأولى، للأسف اتخدعت تاني. بعد اللي حصل في المعرض، جي وون ظهر وسألها لو تحب يرجعها البيت، وفي العربية قعد يواسيها وقال لها شكلك كان روعة وانت بتأدبيه. بالليل باني كانت قاعدة مع صاحبتها، وكوتون نيم كانت حاسة بالذنب لأنها هي اللي نصحتها تروح المعرض، بس باني قالت لها إن النصيحة دي كانت كويسة، على الأقل عرفت حقيقة جي بدري. البنات فرحوا إن باني ادت جي درس عمره ما هينساه قدام الكل، وقالوا إن شخص زيه يستحق الفضيحة عشان يبطل يلعب بمشاعر البنات. وبالفعل الفضيحة انتشرت في الإعلام واتكلمت عنها كذا وسيلة إعلامية كبيرة، والشركات اللي كانت بترعاه انسحبت، وبكده تقريبا انتهت مسيرته الفنية. واللي زود من انتشار الفضيحة وإلغاء التعامل معاه هو جي وون أكيد بسبب نفوذه. وجيول راح جاب مسدس لعبة وملاه حاجة ريحتها وحشة ورشها عليه عشان يفرغ غضبه من اللي حصل. في الناحية التانية بوبي وكوتون نيم اتكلموا مع باني وقالوا لها إن لسه قدامها 2 ممكن يكونوا في حياتها، جيول وجي وون. بس باني فقدت الأمل في الحب وقالت إنها مش ناوية تدخل في أي علاقة تاني قريب بعد ما اتوجعت مرتين ورا بعض. البنات شجعوها ووقفوا جنبها وقالوا لها إن مش كل الرجالة وحشين، وإن في ناس زي جيول فعلا بيهتم بيها من قلبه وكان بيحاول يحميها من البداية. ساعتها باني افتكرت كل اللي جيول عمله عشانها وقد إيه كان حقيقي واقف في صفها، وهي ما كانتش شايفة ده. تاني يوم جيول راحت عليه نومة وهو بيشتغل على مشروع فيديو لمسابقة كبيرة. باني دخلت الاستوديو وقعدت تبص عليه، بس دخل دونغها وعرفها إنه مطلوب منها إنها تجيب بانر من المطبعة عشان المسابقة. قبل ما تمشي شكرت جيول مرة تانية لأنه أنقذها، وحست فجأة بالتوتر وقالت له إن عليها محاضرة ولازم تمشي، لكنها راحت في الاتجاه الغلط. جيول بعديها قعد يشتغل طول الليل عشان المسابقة، وكان محط أنظار طلاب كتير وهو بيصور الفيديو بتاعه في الكلية، ومنهم باني وجي وون اللي كانوا بيتفرجوا منبهرين باحترافيته. لكن أول لما جيول شافهم ماشيين سوا وماسكين إيدين بعض كان غيران، لدرجة إن دونغها اضطر يفكروا إنه لسه عنده شغل في التصوير. وهم ماشيين باني قالت إنها اكتشفت جانب جديد من جيول وإنه محترف أكتر مما كانت فاكرة، وجي وون كان مستغرب إنها بتمدحه لأنها في العادة مش بتحبه. في الناحية التانية جيول كان قاعد مع أصحابه وبياكلوا ويشربوا، بس باين عليه إنه مش مستمتع. كل اللي في دماغه إن باني سابته ومشيت مع جي وون، وده كان مضايقه جدا. بدأ يشرب لحد ما سكر وبقى ماشي مش ثابت على رجليه. حاول يبعت رسالة لباني بس ما كانش عارف يكتب بسبب حالته. في الآخر تعب وراح يريح على السلم وقعد هناك. في نفس اللحظة باني وصلت للمطبعة بتاعة الجامعة عشان تستلم البانر، ولما كانت ماشية للكلية البانر وقع واتفرد لحد ما وصل للمكان اللي كان فيه جيول وهو سكران لاحظ البانر وبدأ يلمه، وفجأة لقى نفسه وشه في وش باني. في حالته دي هو كان ملخبط ومش عارف إذا كانت باني حقيقية ولا خيال. بصلها وقال لها إنه معجب بيها، وبنكتشف إنه كان عارفها بقاله فترة وأعجب بيها من أول نظرة لما كان خارج من الجيش وشافها وهي بترسم، وكان عارفها لما خبط في دونغ سو حبيبها الأول، وكان سعيد إنه اتكسر التابلت بتاعه عشان يكون مبرر إنه يقابلها. وبكده بيخلص الجزء الثاني. استنونا في الجزء الثالث، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. سلام.